ساعات كتير بيجي علينا فترة بنحس ان احنا قاعدين بنلف في دواير وما بنخرجش منها، واللي بنعيده نزيده، او التجارب عمالة بتتكرر علينا ومفيش حاجة بتتغير. ولكن الحقيقة احنا ما بنبقاش بنلف في دوائر، احنا بنبقى قاعدين نرتقي كل شوية من درجة للي بعدها. في قراية النهاردة هنتكلم عن ايه هي الحاجة اللي فضلالك اللي لو عملتها تقدر تاخد نقلة لحياة جديدة، او لو انت بالفعل اخدت نقلة فايه هي الحاجة اللي تدفعك زيادة علشان انت تتقدم في الرحلة الجديدة دي بتاعتك. هنسأل مع بعض 3 حاجات. هنشوف اول حاجة انرجي تشيك ان، او ايه هي طاقتك دلوقتي. تاني حاجة هنتجاوب على السؤال اللي فاضلك عشان تعمل نقلة، او ايه اللي يدفعك زيادة لرحلتك او في رحلتك. وتالت حاجة هنشوف نصايح. عندنا اول حاجة ده الاختيار الاول، وده الاختيار التاني، وده الاختيار التالت. تقدر تختار منهم، تقدر انت تبوز تعمل بوز للفيديو يعني وتشوفهم كده. لو عندك اي اسئله تقدر تشوف في الديسكريبشن بوكس، في اسئله موجوده بالفعل. ولو عندك اي اسئله تقدر تكتبها في التعليقات. اي مصادر انا بقول عليها هتلاقيها برضو في الديسكريبشن بوكس. ولو عايز اي قرايه خاصه هتلاقيها، ممكن تتواصل معايا في خلال اللينك بتاع الفيسبوك اللي موجود في الديسكريبشن. المجموعه الاولى، تعالى نشوف كده انت حالتك ايه عشان تتأكد ان دي قرايتك. وشوف كده في حاجة ملمسة معاك ولا لأ. اول كارت هنا بيقولك كل شيء بيبدأ من القلب. هكتب هنا سترينث، القوة، السلام، الفرحة، الحب والتشافي. انا اول لما شفت الكارت عيني جت على كلمة التشافي. والحقيقة ان في هنا كارت تاني برضو بيتكلم عن التشافي، بيقولك انت تستاهل كل الوقت اللي انت محتاجه علشان تتشافى، فوقف شوية. طبعا ممكن تكون ان انت بتشتغل دلوقتي على تشافي حاجة معينة، او ان ممكن تكون جايه لك رسالة من حد مثلا تاني، حد نصحك بكده ان انت توقف شوية وخد بريك مثلا. مش لازم ان انت تقعد تجري مثلا تكمل حاجة انت بتعملها علشان تتشافى. ممكن تكون كنا حاسس بحاجة من الحاجات دي. ممكن يكون في حاجات مثلا ملمسة مع قلبك الفترة دي. الكارت ده بيقول لما الحياة تديك ليمون اعمل برتقان، وسيب العالم بيتساءل ازاي انت عملت كده. معرفش فعلا انت بتعمل ليمون او برتقان دلوقتي، بس انا جايلي حاجة فيها زي الملوحة بتاعة الليمون، في حاجة كده معرفش، يعني كأن مثلا حياتك ناشفة، في حاجة مأزمة حياتك، في حاجة مخلية حياتك طعمها مملح، او يعني ممكن نقول مخلية حياتك صعبة، او منكدة عليك ببساطة شديدة. بس في حاجة مش مظبوطة، الدنيا ماشية، يعني انا جايلي احساس ان الدنيا ماشية، بس في حاجة مش حلوة. ايه هي اللي مش حلو ده؟ طبعا هتختلف طبعا ايه من كل حد للتاني. الكارت ده بيقول ان الموقف اللي انت فيه اللي ممكن يكون جاي، اللي انت فاكر ان هو بيقلب حياتك، هو قد يكون جاي علشان بالعكس يعدل نظرتك للامور. فلو انت مثلا بتمر بحاجة زي كده، لو الموقف ده مثلا هو الموقف المملح ده نقول ممكن يكون جاي يعني يديك وجهة نظر مختلفة. الكارت ده بيقول take your time. وده برضو ملمس معايا في الكروت دي، ان لو انت بتعمل هيلينج وهنا بيقولك بريس بوز وقف شوية، فهنا بيقولك خد وقتك، فتاني هنا وقت وهنا وقت. ممكن تكون مستعجل على حاجة معينة
تاني وحد بيقولك لأ وقف وبالراحة شوية، أو حد أو مستعجل بشكل عام على حاجة، مش لازم يكون حد يعني بيقولك يعني توقف. هنا بيقولك اعمل كل حاجة انت تقدر عليها قبل لما ما تقدرش او ما تعرفش. فالتاني هنا في فكرة الصربعة او اللي هو الاستعجال، وان انا عايزة اعمل حاجة، او اللي هو اللهث وراء الاشياء. يعني بص هنا حتى الشخصية دي ماسكة يعني بتاع علبة سجاير كلها وبيولع فيهم على طول مرة واحدة، مش هيشربهم حتى، مش هيشرب حتى السجاير ورا بعضها. ففي فكرة كده اللي هو يلا بسرعة يلا بسرعة بسرعة، في اللي هو ليه. مكتوب هنا انا بحب ريحة القهوة والشعوذة في الصبح. معرفش ممكن تكون بتشرب قهوة دلوقتي او بتحب شرب القهوة عامة. بس تاني في هنا في هنا مجين، ممكن تكون بتشرب قهوة كتير. في هنا بالكارت ده بيقول انا دلوقتي اسبح في مياه مختلفة، او يعني زي ما نقول كده انا بمر بظروف مختلفة او مرحلة مختلفة. وفي هنا كارت السحابة اللي بتعيط، فممكن تكون الفترة دي بتعيط او تعبان فترة. بس جايلي منها اكتر حد يعني ممكن يكون بيعيط. شوف ممكن تتأمل طبعا ايه باقي الكروت، وتشوف لو في حاجة انت لقيتها. انا مش لازم اكون يعني لقطة كل الطاقات، بس في كارت يكون مثلا ملمس معاك اكتر من الباقيين، او ليه تفسير تاني بشكل عام يلمسك انت. دلوقتي هنشوف السؤال التاني. ايه اللي فاضلك ايه اللي فاضلك تعمله وتعمل النقلة، او ايه اللي يدفعك زيادة بقى في رحلتك الجديدة. هلم ده وجديد. ايه اللي فاضله، اللي فاضلك ده فاضله مين، ايه اللي فاضلك وتعمل بقى النقلة، او تساعدك ان انت يعني تروح بقى تكمل كده ايه رحلة التحول اللي انت بتمر بيها. في اول كارت هو هنا take it easy. يعني take it easy ده زي الكارت بتاع ايوه الكارت ده بالراحة على نفسك. في كارت هنا تشجيع، خلينا في اول كارت الاول. في كارت تاني بتاع take it easy، انا حسيت ان هو ده اللي هو بالراحة على نفسك، بالراحة على نفسك. taking time to recharge is productive too. يعني تاني recharge، يعني بص هنا استنى فين الكارت، روح فين اهو اهو time تاني خد وقت وريح شوية. وتاني فكرة productivity، او اللي هو انا عايزة الحق اعمل حاجة، اللي هو بيقولك لا خد وقتك وعندك وقت وريح. ده الكارت اللي احنا بنتكلم عنه الاساسي. you're not going in circles, you just need to see differently. انت بتتطور، انت مش قاعد بتلف في دوائر، انت خلاص بتتطور، انت دخلت اصلا في مرحلة جديدة. اهدى شوية على نفسك، ومش استعجالك ده مش هو اللي اصلا هيخلي الحاجات تتعمل بسرعة، هو ده مجرد بس بيعمل ستريس اصلا على العقل مش اكتر. time heals nothing unless you move along with it. الوقت مش بيعالج حاجة، مش بيعمل اي تشافي لاي حاجة الا لو احنا ابتدينا نمشي معاه. بمعنى ايه؟ اولا تاني هنا موضوع التشافي، الهيلينج اللي كان لسه اهو موجود. فكرة التشافي ان مثلا انا دلوقتي حصل لي حادثة، تمام، ادي خط الوقت، تمام. حصل لي حادثة، الوقت ماشي وانا ماشية كده كده في حياتي لقدام، تمام. لو انا عقلي لسه قاعد هنا مع الحادثة، اذا انا الدنيا بتحصل من حواليا هبقى انا غالبا مش مدركاها، مش لقطاها. هبقى يعني قاعدة بروح واجي في ايامي وحياتي، ولكن عقلي هو مازال متشبث بالحادثة اللي هي ألمتني ديت.
فبالتالي هي الفكرة هنا ان الوقت بيعدي، بس لازم كمان انا بروحي وعقلي وجسمي وكياني كله اعدي معاه، اعمل تخطي للمرحلة دي. طبعا لو مش قادر تعمل تخطي لأيا كان حصل يعني، تقدر تلجأ لمساعدة. مساعدة بقى، تكلم صديق، مساعدة تكلم حد احترافي، معالج نفسي، دكتور، حد عندك في الشغل مثلا، دي حاجة خاصة لو بنتكلم بقى في شغل مثلا، هنا نفس الكلام. في هنا go for it، go for it يعني اعملها. واعتقد اعملها هنا بقى يبقى هو مفهوم الراحة يعني، او ان انت take it easy، يعني بما اننا بنقول اهدى على نفسك يعني، وفقد تشت وبالراحة برضو تاني على نفسك، اهدى على نفسك. يعني حاول تقول طز في الحياة الفترة دي، يعني طز في الحياة، طز في اهدافك، طز في اي حاجة يعني، طالما ان انت لو انت بتتعرض لستريس اذا يبقى خلاص انت محتاج هنا تفصل. وتفصل يعني ازاي افصل؟ ما هنقول ده سؤال. افصل بمعنى ان انا اركن كل حاجة على جنب. عارف كده الواحد لما بيطلع مصيف مثلا، هو المصيف حرفيا بياخد اجازة ومبيردش على حد، مبيقعدش على حد، بيفضل قاعد حرفيا بتبسط فقط فقط. اعتبر نفسك في مصيف واتبسط. الكارت ده بيقولك هنا everything you can do، ده كل حاجة اللي انت تقدر تعملها، وده كل حاجة اللي انت تقدر تعملها النهاردة. فتاني خد الامور بالراحة وببساطة، يعني انت قادر تعمل حاجة كمان اعملها، مش قادر تعمل حاجة خلاص ما تعملش حاجة. ما هو يعني لو انت حتى قادر تعمل حاجة ومكسل، ما هو ده انت مكسل معناه مثلا ممكن تكون تعبان، فبالتالي ما تضغطش على نفسك، خد الامور بالراحة. الكارت ده بيقول less mindless hustle more mindful magic، يعني ما تشتغلش بعشوائية، ما تشتغلش وانت مش مركز، ولكن اعمل حاجات وانت واعي ان انت بتعملها. يعني حتى وانت بتريح، لو انت بتقول هنا ان انت بتريح، خليك واعي ان انت بتريح. انت بتشتغل، اعمل خليك واعي ان انت بتشتغل. انت هنا بتبتدي تعمل حاجة، خليك واعي ان انا بعمل حاجة هنا، حاجة مع واحدة، وان انا مش بضغط نفسي. خليك في الحاضر وانت بتعمل حاجة، خليك مركز فيها، وخد الامور تاني ببساطة. يعني لو هتعمل حاجة بس هتاخدها على نفسك، لا متعملهاش احسن. تاني هنا manifest that shit. لو في احلام عندك محتاج او ان انت عايز تعملها، اعملها بمايندفولنس، يعني بالراحة، رتبها افكارك، خد وقتك، وفي الاخر لما تعرف تنفذها تبتدي تنفذ ايه بقى، واحدة واحدة. التلاتة دول مثلا كده يعتبروا متتابعين لبعض. واخيرا في self discipline is the strongest form of self love. الالتزام او الالتزام الذاتي، ان التزم بنفسي، هو اكبر واعمق واقوى صورة من حب الذات. خليني اراجع معاك هنا لان في هنا كذا حاجة. اول حاجة خد الامور ببساطة، تمام؟ خد الامور ببساطة، اعرف ان انت بتنتقل لمرحلة جديدة، تمام؟ ادي حاجة. علينا نرتبهم كده. بعد كده ريح، او انت قادر تريح ريح، عايز تاخد اجازة، تعرف تاخد اجازة خد اجازة، مش عارف تاخد اجازة خد اجازة بان انت تقعد تبحلق حتى في السقف. يعني الاجازة هنا بمعنى الراحة، مجرد راحة. يعني انت بتشتغل وبترجع من شغلك تعبان، خلاص بحلق في السقف عادي جدا يا جماعة. واعمل ده وانا واعي، تمام؟ بعد ما بعمل ده، لو عندك بقى احلام، تمام، اعملها برضو بوعي، وابتدي انطلق ليها اهو، جو فور ات، تمام، اللي هي هنا، وابتدي حاجة حاجة والتزم بيها. دي كده اللي ناقصك علشان او يساعدك ان انت تبتدي بقى ايه في المرحلة الجديدة.
اخر حاجة نشوف دلوقتي نصايح من الدك بتاعتي. اوكي خلينا ناخد دول. اوكي يجب أن يكون الإنسان ناضج بما يكفي ليعترف بأخطائه، وذكيا بما يكفي للاستفادة منها، وقويا بما يكفي ليصححها. مفتاح التغيير هو التخلي عن الخوف. الوعي زائد الفعل بيساوي التغيير. إلى أن تجعل اللاواعي واعيا فإنه سيوجه حياتك وتسميه القدر. يتطلب معرفة من أنت أن تتخلى عن ما تتخيله عن نفسك. لا تبحر أبعد مما يمكنك التجديف للخلف. خليني قبل ما نمشي ونقفل قرايتك اشرح لك يعني ايه الكارت ده بالذات. الكارت ده بيقول إلا أن تجعل اللاواعي واعيا فإنه سيوجه حياتك وتسميه القدر. خليني اخد الكارت ده كمثال بتاع الهيلينج. لو قلنا ان انا دلوقتي عندي مشكلة وانا مش قادر اشافيها، حصل لي قلنا حدث ما، الحدث ده مؤسف مؤلم ايا كان هنوصفه ايه. لو انا مش عارفة ان الحدث ده سبب لي مشكلة مش مخلياني ان انا اكمل حياتي عادي، او خلاني مثلا حول الحدث ده حولني او بقى خلى عندي غضب مثلا، غضب شديد جدا، وانا مش مدركة ده، تمام. فبالتالي انا بقيت كإنسان ماشي في حياتي اي حد واقرب حد واول حد همشي هقوم ناضح فيه، هقوم غاضب فيه، هقوم منفجر فيه، وهفضل ماشي طول حياتي بالشكل ده. فهفتكر ان هو ده قدري، هفتكر ان خلاص ما انا هعمل ايه، هو انا كده، هو ده، او انا مولود كده، او هو دي شخصيتي، او هي دي طبيعتي. في حين لا، هو انا لو رجعت وعرفت السبب اللي هو بقى موجود في اللاوعي، اللي هو بقى الغضب، وان الغضب ده تحتيه كان موقف هو اللي خلاني اصلا بالشكل ده، انا هفضل ماشي كده عمياني في حياتي. فبالتالي اي حاجة موجودة في اللاوعي وانا مش مدركاها هي اللي بتتحكم في حياتي، ده ببساطة شديدة. عشان كده دايما بيقولوا او في علم النفس ان انا اي حاجة موجودة في اللاوعي انا لازم اطلعها في الوعي، ابقى مدركة بيها علشان بعد كده اعرف اغير حياتي. قولي القراية دي لمست معاك ازاي، هل منطبقة عليك ولا لا، او قولي منطبقة عليك بنسبة قد ايه في الكومنتات. ما تنساش اللايك علشان ده يساعدني ان انا اعمل فيديوهات اكتر ويوصل لناس اكتر كمان. لو حابب قراية خاصة، دلوقتي ابتديت اعمل قرايات خاصة، تقدر تتواصل معايا على صفحة الفيسبوك الموجودة في الديسكريبشن بوكس. شكرا ليك، واقول لك باي باي. المجموعة التانية انت اخترت دي سكرانشي او توكتشا. تعال نشوف دلوقتي انت حاسس بايه عشان تتأكد ان دي البايل بتاعتك او المجموعة بتاعتك. maybe coffee is addicted to me. انا اقول هنا takes bad decisions. ماشي، تأمل معايا كده الكروت لحظة. طيب في حد هنا طبعا محبوس كده، قد تكون حابس نفسك، قد يكون مش عندك علاقات اجتماعية،
هو ده يعني مفهوم الحبسة هنا. فانت قاعد لوحدك فمش اجتماعي، او قد تكون حابس نفسك بان انت كاتم نفسك، كاتم نفسك الحقيقية. يعني هنا في برضو كارت بيقول I embrace my true self، انا احتضن نسختي الحقيقية. فانت ممكن تكون يعني مش عارف تتكلم، ممكن نقول بحرية عن نفسك. الكارت ده بيقول the only journey is the one within، الرحلة هي فقط الرحلة الداخلية، او اهم رحلة هي الرحلة الداخلية. في حد هنا برضو بيفكر كتير. في هنا بيقولك ستريس، الضغط بيكون في القلب وفي العقل، وفي هنا حد بيفكر كتير. انت ممكن تكون قاعد لوحدك وبرضه بتفكر كتير. بص الكارت ده بقى معايا عشان ده فيه حاجات يعني كتيرة جدا. شوف كده عينك رايحة على ايه. انا اول ما مسكته عيني راحت على فيث، اللي هو الايمان. فممكن يكون هنا ايمانك، يعني هنا ايمانك بنفسك. بتكون برضو بتفكر في حرية، دي يعني جت عليها. وعيني جت على الحتة دي. الحتة دي بتقول ان في دايما هيكون حد اعلى منك في حاجة وحد اقل منك في حاجة، فخليك شاكر. ممكن تكون بتقارن نفسك بالاخرين. لو هناخد الكلام ده كمثال، فانت قاعد حابس نفسك وعمال مثلا تفكر ده الاخرين معاهم اكتر وبتاع، فانا مش عارفة اعمل ايه. عيني جت دلوقتي على كلمة friends. ممكن تكون بتقارن نفسك مثلا بصحابك او بالدايرة، الدايرة القريبة منك، في حين وبتقول مثلا ده هم عملوا كذا وانا ما عملتش. whatever بقى على حسب ايه انت بتفكر في ايه. بس تاني هنقول الاوفر اول هنا في حد بيفكر كتير، في نوع من انواع الحبسة، وفي يمكن تغطية على الذات الحقيقية، وفي الرسائل اللي جت من الكارت ده. وفي حد ممكن يكون بيفكر في الرحلة، ممكن تكون سواء رحلته مع نفسه او داخل نفسه او عن نفسه او عن هويته. ممكن تكون رحلته وسط المجتمع، او مع الفئة اللي يعني ايه اللي حواليه. هنشوف دلوقتي السؤال التاني بتاع ايه اللي فاضلك وتعمل نقلة، او ايه اللي يدفعك زيادة في بقى رحلتك الجديدة. هحط دول على جنب ونجيب الكروت اللي بعدين. الكروت دي جت في المجموعة اللي فاتت، فلو كنت محتار بين الاتنين ممكن ترجع تشوفهم، بس انا هحطهم تاني هنا. استنى نعمل كده تاني. اوكي، وده برضو جه في المجموعة اللي فاتت، فخلينا ناخد كروت مختلفة، ولو طلعت بقى تاني تبقى ليك. كارت ده بيقول النجاح هو انك تحب نفسك او تعجب بنفسك، وتحب اللي انت بتعمله وتحب ازاي بتعمله. وهنا how can things so well be bring so much peace، ازاي حاجات ممكن نترجم هنا وايلد كأنها جريئة او جامحة، تجلب كتير او كثير من السلام. طيب هنا اول كارت بيقول خد اكشن، ابتدي اتحرك. لو انت حاسس بان انت مضطرب او مش عارف تاخد قرار، عمال بتأجل في حاجات،
يبقى انت محتاج هنا ان انت تاخد اكشن وتبتدي تتحرك. تاني حاجة هنا الاحساس بالسلام والهدوء، خصوصا لو هدوء طبعا داخلي. الكلام ده بيقول جدالات افتراضية انا كسبتها في وانا بستحمى يعني. فتاني هنا يعني متفكرش كتير، متقعدش تفكر كتير وتقعد توهم عقلك بقى بحاجات، او ان انت تقول يا ترى ومش يا هل ترى، وتقعد تحط سيناريو وحوار وبتاع، وهو اصلا مفيش اي حاجة بتحصل في الواقع. انت ممكن تكون اصلا، يعني احنا قلنا اصلا انت هنا قافل على نفسك، فلو انت اصلا قافل على نفسك وكمان قاعد تفكر بقى هنا مع نفسك وعمال تعمل حوارات، فيعني لا، بطل تفكير. شوف هنا برضو عينك جت على ايه. انا عيني جت على كلمة I am smart enough. فممكن تكون يعني بتشكك في ذكائك او في امكانياتك بشكل عام. فلو بتعمل ده، لا، اعرف ان هنا يعني اكتر كلمة متكررة هي كلمة enough، كلمة enough. فهو انت عندك الحاجات اللي تكفيك وتقدر تعمل اللي انت عايزه، ايا كان بقى. قلنا هت سوشيالايز هنا، هتتعرف على الناس، هتبص جوا روحك، هتعمل ايه، اعرف ان انت كافي بس كده. كان بيقول just make it exist first you can make it good later. ابتدي نفذ الحاجة اللي انت عايزها الاول، وبعد كده ابقى يعني حسنها بعدين، بس في الاخر ابتدي اتحرك. دي ممكن اشارة بالنسبة لك لو انت كنت عايز تبتدي تتحرك في حاجة، خصوصا هنا مع كلمة اكشن، لا يبقى ساعتها هنا ده ابتدي اتحرك. الكارت ده بيقولك طرق مختلفة تخليك تملى نفسك او تملى كاسك، يعني زي ان انت تبطأ او تسمع تأمل، تطلع برا تتمشى، تبص على السما، تكتب في جورنال بتاعك، تكون شاكر او تحمد ربنا يعني، تتنفس. فتاني هنا الكارت ده يعني هو هنا كان فيه كلمة just be thankful، معرفش هتبان بقى كده ولا لأ. انا اهو في كلمة just be thankful، وهنا في راحت فين اهو make a list of all the things you are grateful for today. اعمل لستة بالحاجات اللي انت بتحمد عليها ربنا او بتشكر فيها ربنا او حتى نفسك كل يوم. فتاني هنا مفهوم ان يعني فكرة الحمد والشكر عامة هو ان الانسان يبقى يعرف ويشوف ان هو لا، انا في عندي حاجات، في عندي حاجات بالفعل موجودة، فبالتالي ما احسش ان انا فاضي، ما احسش ان انا مثلا ما عنديش نعم، احس ان انا ما عنديش حاجة خالص. لا، هو بيقولك انت عندك حاجات، انت بس محتاج تشوفها. في هنا حاجات كتير مكتوبة هنا لاست، ممكن نقول هي مش الرغبة هنا في هوب، الأمل، الحب، الحقيقة، الأحلام، perfection، المثالية. لاست ممكن نترجمها هنا بالهوس، يعني سواء بقى هوس على حاجة معينة أو هوس جنسي. وعيني أنا جت على لاف أكتر. فلو انت شايف ان انت لا، انا قاعد لوحدي وانا حاسس ان انا مش كفايه لا كان، او انا ما اتحبش، فلا، بيقولك لا، اعرف ان انت محبوب، حتى لو محبوب اجتماعيا، يعني مش لازم تكون هو حب عاطفي، يعني حب صداقه حتى. بيقولك مفيش حاجه هتملى الفراغ اللي جواك غير نفسك. فتاني هنا فكره الامتلاء، ان انت يعني الامتلاء هنا مفهوم انك يعني
تحس ان انت كافي لوحدك. وفي جملة انا قريتها بتقول بتقول ان الوحدة لما تكون موجعة قوي، ده معناها ان في مساحات جوانا بتبقى فاضية ومحتاجة تتملي. ولو حد يعرف اللي هو الwheel of life، دي عبارة عن عجلة أو دورية كده متقسمة لاحتياجات الإنسان المختلفة، من سواء شغل أو من إن أنا أتبسط أو إن أنا أتواصل مع الناس أو مع نفسي أو فلو رجعت الwheel of life دي ممكن تلاقي إن أنت في جانب واحد هو مثلا من حياتك موجود، أو جانبين، أو أيا كان بقى العدد، في جوانب تانية المهم إن هي مش موجودة أو فاضية. فبالتالي هي فكرة هنا الامتلاء، والامتلاء بالذات، وفي نفس الوقت ان انا ابقى عارف ان انا كفاية واستحق، وفي نفس الوقت ان انا استاهل الحب، وان انا لو الاكشن ده هيملاني برضو اقدر اعمله. فبالتالي هي مش لازم الحاجات كلها تبقى ايه نفسية بس. الكارت ده تأملوا كده معايا. ده ممكن نقول يعني انا مثلا جالي زي تخيل ان في اتنين عايشين مثلا في الكوخ ده، بعيد بقى ايه عن العالم شوية. ده ممكن برضو يمثل نفسك، يعني مش لازم تبقى انت مثلا مرتبط بحد او كده، لا، ممكن ده يبقى نفسك انت بتكفي نفسك وتحتضن نفسك زي ما هي البنت كده حاضنة نفسها، وقاعد في سلام وامان وهدوء مع نفسك. تعالى دلوقتي السؤال الثالث او النقطة الثالثة عندنا، نسحب نصايح ونشوف ايه النصايح اللي هتجيلك. القراية التالتة، أنا سجلت الفيديو، ولكن الغريب إن مفيش صوتي، أنا مش طالع، وده فويس اوفر أنا بعمله فوق الفيديو، ولكن برضو سايبة الصوت اللي طالع في الفيديو هو الساعة اللي في الأوضة عندي هي اللي صوتها طالع في الفيديو. معرفش طبعا هتعرف تسمعه ولا لأ. ولكن ممكن تكون بتفكر حاليا في الوقت أو مرور الوقت، ممكن تكون حاسة ان الوقت بطيء او مش بيعدي، او بالعكس مثلا حاسة ان هو بيعدي بسرعة، بس في حاجة متعلقة بالوقت. غير كده الكروت عندنا بتقول ان في حد حصل في حياته حاجة حدث مزلزل، يعني مثلا قد يكون حد مثلا في عيلته توفى، معيل الأسرة مثلا توفى، فمثلا رزق العيلة أو الأسرة دي اتهدد، أو بقى متذبذب، أو مش مستقر، أو مثلا لو زوجة مش بتنزل تشتغل وزوجها مثلا توفى، فبالتالي هي فجأة بقت محتاجة ان هي مثلا تشتغل وتصرف على أطفالها. حد مثلا كان عنده فلوس واشتغل مثلا في مشروع وفجأة فلس، فهو فجأة مبقاش معاه فلوس مثلا يعيش بيها، أو رصيد في البنك يسنده. في حدث حصل، الحدث ده كان صعب قوي وغيرك. وفي نفس الوقت في رسالة تانية، ان انت عامل زي كأنك محبوس في حالة ما، وقد يكون الحدث اللي حصل ده هو حدث علشان يجي يخرجك بره الوضع اللي انت كنت فيه. يعني زي مثلا لو قلنا دلوقتي ان مثلا الاولاني ان معيل الاسره توفى، والست مثلا كانت قاعده مش بتشتغل، ففجاه هي محتاجه مثلا ان هي تنزل تشتغل، فقد يكون
الحدث ده حصل علشان طبعًا من وجهة نظرك أنت أو على يعني الفايدة هنا ليك إن أنت تنزل وتبتدي تتحرك، إنك ما ينفعش مثلًا إن أنت تفضل قاعدة say مثلًا لو أنتِ واحدة قاعدة مستقبلة على طول، فاللي هو لأ، ده قد يكون رسالة إن أنت تبتدي تتحرك، وإن الوضع اللي كان فيه ده اللي كنت فيه كان كأنه قافل عليك، وبقيت عامل زي البذرة اللي خلاص جاهزة إن هي تشق الأرض وتطلع بقى تطلّع الزرع والورق بتاعها. قد يكون عندك حكمة والرسالة اللي جاية لك إنه له علاقة بالتدريس، أو إن أنت تنقل الحكمة بتاعتك الناس اللي حواليك أو للبيئة اللي حواليك، أو عامةً تفيد الآخر. الكارت بتاع teacher ده مكتوب عليه إن هو المُدرِّس المُدرِّس بياخد بإيد الآخرين، بيفتح عقولهم وبيلمس قلوبهم، فقد يكون ده المغزى أصلًا من اللي حصل. ده مع إن في كروت تانية بتقول اطلع برّه، قد تكون حاسس إن أنت عايز تطلع برّه، أو إن أنت تطلع برّه مش برّه البلد، يعني قصدي إن أنت تطلع برّه في الطبيعة، الكارتين بيقولوا بيشاوروا على الطبيعة، وإن قد لمّا أنت بتطلع في الطبيعة طاقتك بتتحسن أو بتتوازن. أنا إحساسي إن ال3 كروت أو ال3 مجموعات دول مرتبطين ببعض. ولكن في نفس الوقت خُد كل واحد على حدة، يعني زي مثلًا بمعنى أنت دلوقتي يا إما في حدث صعب حصل في حياتك، أو إن أنت قد تكون إن أنت حاسس حاليًا بإن أنت عامل زي البذرة اللي خلاص محتاجة تكبر وتخرج من المكان أو الحالة أو الوضع اللي هي فيه، أو قد تكون إن أنت حاسس إن أنت عايز تخرج في الطبيعة أو محتاج ده. أو قد زي ما أنا قُلت شرحت يعني إن ال3 دول متعلقين ببعض وفي تسلسل كده ما بينهم. دي السؤال الأول بتاع إيه هي حالتك دلوقتي علشان تتأكد إن المجموعة دي بتاعتك. وهنا وأنا باحط الكروت على جنب، كنت قاعدة بادندن أغنية لسيا اسمها I'm still here. الأغنية دي بتتكلم عن إن هي يعني بتحارب الego بتاعها وبتنتصر عليه. فقد تكون سواء أنت بقى بتحارب الego فعلًا بتاعك أو إن أنت بتحارب ظروف أو حالةٍ ما أو قضيةٍ ما حتى، وبتحاول إن أنت يعني تعمل اللي عليك فيها. هاسيب لك لينك الأغنية في الdescription box بالترجمة بتاعتها. بعد ما طلعت الكروت وقعدت أقول وشديت نصايح وكل حاجة، اكتشفت إن أنا ما كنتش بسجل، فخليني أعيد لك الحاجات بقى اللي أنا لقيتها. هنا الكارت ده بيقول اللي هو أتمنى إن الإيميل ده يجدك بخير. دي كلمة بتتقال في الإيميلات دايما كجملة افتتاحية، غالبا في شغل الشركات يعني. ف أو عامة إيميلات رسمية يعني. فإذا كنت أنت في شغل أنت شايف نفسك فيه مش fulfilled يعني، أو عشان أنت مبسوط أو بتحقق فيه حاجة، وحاسس ان انت مفروض لأ أو عايز تكبر وتتطور ومش عارف مثلا، فبالتالي بالراحة على نفسك، واعرف ان الإحساس أو الحالة دي هي جاية تقولك ان ده مش مكانك وده انت محتاج تتطور. فممكن تكون انت محتاج اصلا اتجاه جديد خالص. ممكن يكون اللي حصل ده اصلا علشان تبتدي تتجه اتجاه جديد، وكأنه رسالة غير مباشرة ليك بيقولك ده مش مكانك وانت محتاج تتطور وتعمل اللي يعني الصح بالنسبة لك، او اللي هو الحاجة اللي ترضيك يعني. وتاني هنا في الكارت بتاع الطبيعة ده تاني يقولي هو نفس الكلام اللي قلناه في الأول هنا، بتاع انت محتاج يمكن تقضي وقت في الطبيعة اكتر، تتجذر، تتواصل مع الطبيعة، تحط رجلك مثلا على عشب او كده. الكارت ده بيقول ان العواصف عمرها ما هتقف، وكذلك قوس قزح.
قوس قزح اعتقد بيرمزوله بالتفاؤل. فبيقولك مهما كان في نهايات هنا او حاجات صعبة فاعرف ان الدنيا اكيد هتتغير. في هنا الكارت ده بيقول دايما امور تبدو مستحيلة لغاية ما تتم. وهنا مكتوب ان هو نيلسون مانديلا هو اللي قال ده. ده ممكن يلمس معاك في حاجة. هنا برضو في كلمة Black History Month، اللي هو تاريخ اعتقد زي اللي هي الافارقة الامريكان. فده ممكن ينطبق على الحالة بتاعتك او يلمس معاك في مثلا شغلك دراستك بقى حاجة كده يعني. تاني احنا مع السؤال بتاع اللي فاضلك عشان تعمل النقلة او اللي يدفعك زيادة بقى في رحلتك الجديدة لو انت خلاص بالفعل يعني ايه عملت النقلة او يزقك يعني لقدام. بيقولك هنا الافعال الصغيرة ليها عواقب كبيرة او ليها نتائج كبيرة، وهي اللي بتجيب التغيرات الكبيرة. التركيز على ان انت كل يوم تعمل حاجة، وان انت اعرف ان الوقعات يعني او اي حاجة بتأخرك هي جزء من الرحلة، ده جزء طبيعي يعني. مش بنفضل فوق على طول ولا تحت على طول. ما تفتساش ان انت يعني تفرح بالانتصارات الصغيرة، واعرف ان كل الحاجات الكويسة بتاخد وقت. هنا بيقولك ان الحياة عبارة الحياة ممكن تبدو فوضوية ولكنها زي الجليتر بالظبط، اللي هو بيبقى فيه الوان بقى كتير كده مع بعض. فساعات بيقولك الفوضى دي ليها قيمة، فاصبر على اللي بيحصل ده. هنا بيقولك you're not everyone's cup of tea and that's okay. الجملة دي بتتقال في العلاقات العاطفية اكتر. هي بتقولك مثلا ايه، ان سي مثلا حد يعني سي مثلا معجب بحد والحد التاني مثلا رفضه. فبيقولك خلاص انت عادي، انت ممكن ما تكونش ذوق الشخص ده، وده في حد ذاته حاجة عادية، ده ما تعبكش يعني. او سي مثلا كنت برضو رايح تتقدم في شغل، الشغل ده رفضك عادي، انت ممكن تفتكر مثلا ان انت قليل في حين ان انت ممكن تطلع اصلا over qualified مثلا. وهنا بيقولك الاهداف ممكن تاخد سكرين شوت وتعمل ده كأنه زي تمرين. يقولك الاهداف هنا او الهدف بتاعي، اكتب هنا الهدف بتاعك ثم to achieve my goal. علشان احقق الهدف ده انا محتاج بقى اكتب هنا اللي انت محتاجه او الخطوة اللي انت عايز تعملها. دي برضو حاجة عن اجابة السؤال ده. في هنا بقى الكارت ده معرفش ده اسمه هامارشا او هامارتا او تيا. ده مكتوب ان هو دي عيب الشخصية اللي بيسبب سقوط البطل ده في القصص او في الادب يعني. فممكن يكون انت عندك عيب ما يمكن يكون هو اللي مسبب اصلا الكلام ده. فممكن تسأل نفسك ده كسؤال، ايه هو ممكن تكون العيب اللي فيا اللي قد يكون خلاني اتحط حتى في الموقف ده. يعني ممكن يكون الموقف ده ايا كان اللي حصل يكون عايز يخليك تنتبه لحاجة جواك، علشان في الاخر لما تنتبه ليها تغيرها، فتغير وتعمل التغيير ده. انا شدت لك كمان او سحبت لك يعني نصايح. النصايح كانت انا لا اصلح المشاكل، انا اصلح تفكيري ثم المشاكل تصلح من نفسها. تطلب معرفة من انت ان تتخلى عن ما تتخيله عن نفسك. في الامور الصغيرة ثق بعقلك، في الامور الكبيرة ثق بقلبك. المشاعر غير المعلنة لم تمت ابدا بل دفنت حية وستخرج فيما بعد بطرق اقبح.
ليس كل ما نواجهه يمكن تغييره، لكن لا شيء سيتغير إلا أن نواجهه. الحكمة هي القوة في استخدام وقتك ووضع معرفتك للاستخدام الأمثل. أتمنى أكون ساعدتك. يا ريت تقولي في الكومنتس القراية دي انطبقت عليك بنسبة قد ايه. لو في اي اسئله تقدر برضو تكتبها في الكومنتس، ولو عايز قرايه خاصه تقدر تتواصل معايا على صفحه الفيسبوك اللي هتلاقيها في وصف الفيديو. شكرا ليك، شكرا على اللايك، واشوفك الفيديو الجاي. باي باي.